السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل الموتزاريلا بكيلو لبن بس، هيطلع لنا منها كمية كبيرة جدا. احنا طبعا بنروح نشتري موتزاريلا بمبالغ كبيرة، احنا النهاردة هنعمله كمية منها كبيرة جدا وبكيلو لبن بس، مش هيكلفنا اكتر من كده بصراحة. يعني طريقته سهلة جدا واقتصادية جدا. اول حاجه بقى هنا نعملوها، نجيبوا حله كده ما فيهاش اي حاجه، وهبدا احط اللبن. بس اهم حاجه يكون اللبن من عند اللبان، ما يكونش مغلي قبل كده، وما يكونش كمان متعرض لتصنيع يعني خففان او حاجه زي كده. يكون بصوا تقيل بالشكل ده. حطيته كده في الحله اهو. خلاص كده انا حطيت كيلو لبن، عايزين تحطوا كيلو، كيلو ونص براحتكم. وهنا كده رفعته على النار بالشكل ده، وهسيبه اللبن يدفى، يعني ما يغلاش، يعني كده يكون مات فيه بسيط، يعني ما يكونش مغلي. خلاص كده دفى معايا، يعني ما احط كده صباعي استحمله، يبقى خلاص كده كويس معايا. هنا بقى هبتدي احط هنا نص كوبايه خل ابيض، احطه كده على اللبن، وهبتدي ان انا اقلب كده. بصوا اللبن بقى ايه، ما حطيت الخل بدأ اللي هو يكتل معايا، احنا عايزينه اللي هو يكتل معايا كده اهو. بصوا بدأ اللي هو يفصل كده. خلاص كده رفعته من على النار، شلته من على النار. هنا بقى هبتدي اجيب كده خلاط واحط فيه اللبن اهو بالشكل ده. بصوا تلاحظوا معايا اللي هو بيفصل، بصوا اهو بيفصل. هبتدي بقى هنا اللي انا اشغل الخلاط واضربه كده في الخلاط، اديله كده ضربة. عايزه اقول لكم طريقته سهله جدا، وهنعمله كميه كبيره من كيلو لبن، هيعمل لنا كميه كبيره جدا اهو. بضربه كده في الخلاط. خلاص كده انا ضربته في الخلاط. هنا بقى اجيب الحله اللي انا كنت عامله فيها اللبن، هبتدي بقى احط اللبن اهو. خلاص كده ضربته في الخلاط كويس بالشكل ده، وهبتدي ان انا ارفعه على النار. وطبعا انا النار بصوا شعرايه كده، يعني ضعيفه جدا، ما تعليش النار. بصوا معايا بقى بيفصل ازاي. ابدا كده ان انا المه بالمعلقه بالشكل ده، اقلمه كده في اتجاه واحد اهو. بصوا اللبن بقى بيفصل ازاي. بصوا بقى معايا كتل بالشكل ده، احنا عايزينه يبقى كده اهو. بنلمه كده عشان يبقى معايا ايه، كتل بالشكل ده. احنا عايزين كده اللبن اهو. خلاص ببتدي كده اللي انا المه كده. بصوا بقى معايا بالشكل ده. هبتدي هنا بقى اجيب مصفى، وابتدي اللي انا اخد الكتل دي. احنا مش عايزين الميه دي، احنا عايزين الكتل دي اهو. ببتدي كده اللي انا اصفيها كده بالمصفى. خلاص هنا بقى هبتدي اجيب حله فاضيه، هبتدي احط كده مكعبين من الزبده، هسيبهم يسيحوا كويس، اسيحهم كده على النار. وهبتدي اللي انا احط اهو. خلاص كده بسيح الزبده، خلاص كده ساحت معايا. هبتدي بقى احط كده الكتل اللي طلعت من لبن اهو بالشكل ده، احطها كده، وابتدي اللي انا اقلبهم كده كويس. بصوا بقى واحده واحده بتبتدي اللي هي تسيح معايا، بس بقلب كده كويس. بصوا بقى بيغلي معايا وبيبتدي اللي هو يسيح. هنا بقى احط معلقه من الدقيق، معلقه كبيره من الدقيق، عشان ايه، تمسك بس معايا. وببتدي اللي انا اقلب. بصوا بقى بتمسك معايا ازاي. عايزه اقول لكم بجد يعني الطريقه جميله جدا وطريقتها سهله. هنا بصوا ببتدي اللي هي كل ما تعوز ميه ببتدي اللي انا ازودها ميه بتاعت اللبن اللي هي فصلت دي، بزودها شويه بشويه لغايه اللي هي ما بتمسك معايا كده. وبصوا بتمط معايا ازاي. بصوا بقى ببتدي اللي انا اقلب اهو، وكل ما تحتاج ميه ببتدي اللي انا ازودها ميه اللبن. بصوا اهو بزودها شويه بشويه، وببتدي اللي انا اقلب اهو بالشكل ده. طبعا انا موطيه النار جدا اهو. ببتدي ان انا اقلب بالشكل ده. بصوا اهو
واحده واحده بتبتدي اللي هي تمط معايا وتبقى جميله جدا معايا. بصوا يا جماعه، ما بتبدا بقى اللي هي تحتاج ميه بتبتدوا اللي انتوا ايه تزودوها شويه بشويه. بصوا هي بتلم معايا وبتمط جدا معايا. بصوا اهي، طبعا على حراره هاديه جدا. ببتدي اللي انا ايه اقلب. بصوا ابتدي اللي انا ايه اقلب. بصوا بتمط معايا اهي. ابتدي اللي انا اقلب كده كويس. بصوا المطه عامله ازاي معايا بصراحه، يعني جميله جدا. وكمان لو حابين تزودوا شويه ملح، يعني تحطوا لها شويه ملح، تقدروا انتوا تحطوا لها شويه ملح اهو. اهو بصوا المطه بقى معايا عامله ازاي بصراحه، يعني طريقتها سهله جدا وعملت معايا بصراحه يعني كميه كبيره جدا. يعني من كيلو لبن عملنا كميه كبيره جدا. وبصوا بقى المطه معايا. هبتدي هنا بقى اطفي كده النار عليها. خلاص كده طلعتها بالشكل ده. هنا بقى جبت طبق وحطيت فيه كيسه، وهبتدي احط الجبنه فيها واحطها في التلاجة لو حبيت اللي انا استخدم منها، وهبشرها واستخدم منها كده عادي. بصوا بقى خلاص كده حطيتها هنا في البوله. هبتدي بقى انا ايه ادخلها التلاجة، ولو حبيت زي ما قلت لكم هبشرها واستخدم منها في اي حته، في بيتزا، في اي حاجه حابينها تحطوها فيها تقدروا انتوا تحطوها. هي كده بصوا هي جميله جدا. هبتدي بقى انا ادخلها التلاجة. خلاص كده خلصنا الفيديو. اتمنى ان هو يعجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي جديد انا